هتك عرض واعتداء على اطفال تاني مدرسة سيتيس للغات في العبور. اللي حصل ان الاربعة الكلاب دول 2 منهم شغالين في الامن و2 منهم عمال اعتدوا على طالبات في كي جي 2 اطفال. يعني انا مش فاهم ايه اللي يشدك في طفل او طفلة تعمل معاه الزفت والقرف ده. وقبل كده حصل مع الطفل ياسين ولسه بيحصل تاني كل يوم. والمدرسة اول ما عرفت بلغوا قوات الامن وتم التحفظ عليهم وبيتحقق معاهم دلوقتي وخدوا 4 ايام على ذمة التحقيق. وواضح من الصور ان في 2 منهم كبار في السن. ما فكرتش في لحظة وانت بتعمل كده ان ممكن بنتك يحصل فيها نفس الموقف ده؟ ما فكرتش ان حفيدتك ممكن يتعمل معاها كده؟ مفيش في قلوبكم ذرة رحمة؟ نسيتوا ربنا خالص؟ ان شاء الله ربنا هينتقم منكم. انا نفسي اعرف ايه اللي يغريك في طفلة 8 سنين ولا 7 سنين عشان تعمل فيها كده؟ انتوا مش بني ادمين، انتوا اكيد مرضى نفسيين والله. المفروض ان دي مدرسة لغات، يعني بيدفع للطالب من دول مبلغ وقدره. فهاتوا بقى ناس محترمة تشتغل. لازم يا جماعه نخلي بالنا من عيالنا، واي تصرف غريب يحصل لهم يجوا يقولوا لنا فورا واحنا ما نسكتش، نجري ورا حقهم ونجيب عشان نخلص من الاشكال اللي زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل.